هاي يا حلوين. من غير كلام كتير، عارفه ان بقالي كتير ما عملتش فيديوز، بس طبيعي الفتره اللي فاتت محدش فينا كان في حالته الطبيعيه، وانا من الناس اللي فعلا شفت مؤخرا و I have to admit، لازم اعترف ان انا لما بيكون عندي مشكله موجوده جوه دماغي او جوه تفكيري غصب عني بلاقي نفسي كده دخلت في مود ان انا تقوقعت وقفلت على نفسي بقى بشكل وحش. يعني قفلت على نفسي كل حاجه، بقى قعدت في البيت ولا برد على التليفون ولا بتكلم مع حد ولا بعمل اي اكتيفيتيز، ولا حتى ببقى شخص productive. يعني حتى الشغل مش بعرف اشتغل ولا بعرف حتى اقوم اوضب المكان، ولازم انه انا يعني بصعوبه لحد ما بطلع من المود ده. حاليا انا اسفه طبعا على هذا المنظر واسفه على هذا كل حاجه، بس انا مش في البيت، فعشان كده لا لاقيه اضاءه كويسه ان انا اقعد اصور فيها ولا لاقيه مكان كويس ان انا اقعد اصور فيه. اصلا انا ستيل مش عارفه انزل الفيديو ده ولا لا، بس انا for some reason حسيت ان انا محتاجه اقوم اصور، محتاجه اقوم اعمل اي حاجه، لانه فعلا حاسه ان انا اصلا سبب كبير من الاسباب اللي خلتني مش موجوده في البيت انه انا نفسيتي اخر فتره ما كانتش مظبوطه خالص بسبب الاحداث اللي بتحصل. فحسيت بقى ان انا هدخل في مرحله مش لطيفه خالص من الزعل والقفله عن نفسي تاني والتقوقع تاني. فانا قاعده على الارض بالمناسبه فحسيت ان انا لا لازم يعني ايه احاول اطلع نفسي من المود. اول حاجه عملتها ان انا سافرت، وتاني حاجه بحاول اعملها ان انا يعني غصب عني بصراحه لحد دلوقتي، يعني غصب عني بصراحه مش عايزه اكدب، بس لحد دلوقتي لسه بدخل بالليل بشوف كل الستوريز وبشوف كل حاجه بتحصل وبتابع الاحداث وبعرف اللي بيحصل ومش بعرف انام، وكتير قوي بعيط بالليل. فمش عارفه يعني، بس بحاول ان انا بدات الاحظ ان ده مأثر عليا في علاقتي بليلى وغاليه، ومش عارفه اتعامل معاهم كويس، وحاسه ان انا على طول مضغوطه. على قد ما انا ببقى خايفه عليهم وحاسه ان انا ببانك كده، على قد ما بيرفلكت ان انا بتعامل معاهم بطريقه لا خلاص من كتر ما انا خايفه. بصوا يا جماعه، مش عايزه الموضوع يبقى رجل كتير ملوش لازمه. المهم انا هنا قمت عشان اصور، قمت عشان احط ميك اب. ليه؟ عشان مش رايحه اي مكان، عادي جدا قاعده في البيت مش رايحه اي حته، بس حسيت ان انا عايزه اقوم احط ميك اب، فقمت فتحت الكاميرا ويلا نحط ميك اب مع بعض. ماشي، اول حاجه بس انا حاطه مويسترايزر، انا حاطه مرطب بس ومسرحه حواجبي، مش عامله حاجه تانية. هعمل ايه؟ هحط الكونسيلر اول حاجه. مش عايزه احط فاونديشن، مش حاسه ان انا عايزه احط فاونديشن، مش عايزه احط حاجه فظيعه بما ان انا قاعده في البيت زي ما بقول لكم، انا مش رايحه مكان، بس حاسه ان انا عايزه احط ميك اب، فواي نوت، يلا نحط ميك اب يمكن ده يغير. وبعدين انا اكتشفت ان انا من الناس اللي عشان اغير مودي، مش عشان اغير مودي، عشان اطلع من انا بسهوله جدا بدخل في حاله الزعل والاكتئاب والقفله عن نفسي اللي بقولكوا عليها دي. عشان اطلع منها بقى لازم يكون عندي حاجه قويه، لازم يكون عندي دافع قوي او حاجه تجبرني ان انا اطلع منها، لكن بسهوله كده لوحدي لا مش بعرف. انا يعني بوزع طبعا الاضاءه هنا زي الزفت، تكاد تكون مش هتوريكوا حاجه خالص، صح ولا ايه؟ مش عارفه. انا عامه بشرتي برضو دلوقتي مش في احسن حالاتها، لانه للاسف الميه هنا مش حاسه، مش عارفه ليه مش حاسه ان الميه زي مصر. حاسه ان الميه يعني حاسه ان عندي مشكله في بشرتي بسبب الميه. طبعا الشمس رهيبه، الجو هنا حر جدا 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 جدا، درجه الحراره عاليه جدا والشمس رهيبه، فانا طبعا برضو مسمره شويه، مش باين قوي هنا في الكاميرا، انا بحط سان بلوك بس بصوا جسمي نفسه مسمر قوي. اوكي، ممكن ما يكونش باين قوي هنا في الكاميرا، بس اللي انا بقى محتاجاه منكم بجد دلوقتي لما بتوصلوا للحاله دي، حاله ان انت حاسه ان انت بصوا، لا غاليه حبيبتي كسرت لي النضاره الديور يعني عشان مود. بس تصدقوا يا جماعه والله انا بحس ان انا اي حاجه بتحصل دلوقتي حواليا، كنا زمان يعني ممكن زمان لو النضاره اتكسرت هقعد طبعا اعيط جنبها. لسه برضه اول امبارح اللي بيعمل هنا الاوضه في الاوتيل يعني جه كسر ازازه البرفيوم بتاعتي، وكنت بحبها جدا وطبعا بمبلغ وقدره، بس حسيت ان انا سكت، عارفين هو يعني ايه، ما اديتش رياكشن. مش عارفه ليه مبقتش بعرف ارياكت قوي ناحيه الحاجه زي زمان، ما بزعلش قوي ناحيه الحاجات زي زمان،
مش عارف، بقيت بحس انه يعني عارفه تحس والله العظيم مش كلام كبير او حاجه، بس انه الدنيا بقت صغيره قوي في عيني، يعني حاسه انه مفيش حاجه تستاهل ان الواحد يزعل عليها. بس مع هذا انا عايزه اقول لكم ان انا في مرحله بجد مش لطيفه، وخايفه جدا ان انا ادخل في اتاك تانية، وخايفه بجد لان انا عندي ليلى وغاليه مفيش غيري معاهم، لو حصل حاجه لا قدر الله ما حدش هيعرف يحل. بصوا ورا تلاقوا غاليه نايمه على السرير ورا، مش عارفه باينه ولا لا، بس هي حبيبتي نايمه ورا. المهم ان عايزه اقول لكم ان مفيش حد مكاني ممكن يعمل لهم اللي انا بعمله لو حصل حاجه، فانا لازم برضو اللي هو ايه، كل شويه بقعد اقول لا لا انت فوقي لنفسك، مش هينفع كده معاهم، مش هينفع افضل ادخل في مود الزعل ده. وبعدين يعني انه وبعدين هو لو حصل لهم حاجه لا قدر الله ايه اللي هينفعني؟ طب انا زعلانه عشان في اطفال الناحيه التانية بيحصل لها حاجات، بس انا في نفس الوقت الحته دي مش عارفه مالها منفوخه كده شويه، انا في نفس الوقت باذي فعلا ولادي، انا يعني مش معاهم، وحتى لو معاهم انا منتلي مش معاهم. المهم عشان مش عايزه ابقى سخيفه اكتر من كده، لما بتوصلوا للمرحله دي ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه اللي بيطلعكم منها؟ غير طبعا بقى فكره ان احنا طبعا الصلاه بقى والدعاء والكلام ده والله مش بقلل منه كل حاجه، بس ان يا جماعه مش فانا محتاجه منكم بجد اللي يعرف حلول او اللي عنده اي حاجه ممكن تطلعني من هذا المود بسهوله، تخليني اقوم بقى اشوف حياتي، يعني تخليني اقوم بقى افطر واعيش حياتي عادي واصور واعمل فيديوز اللي انا بعملها واخد بالي من نفسي واعمل موني. انا حتى يعني والله دي مش حاجه تافهه، بس انا يعني ما بقاش ليا نفسي عارفين هو اعمل مثلا فيس روتين بقى وهير روتين والكلام ده، الموضوع بالنسبه لي بقى تقيل مش عارفه ليه. بس يا جماعه فبجد والله الموضوع يعني بجد اعتبروه خدمه انسانيه، اللي عنده اي نصايح، الناس اللي زي بتتأثر نفسيتها بسهولة من اللي بيحصل حواليها وبتكون مش قادرة تكون شخص بتحسوا ان انتوا كده مش قادرين تكونوا اشخاص منتجين ومش قادرين يعني تمارسوا حياتكم بشكل طبيعي، ايه اللي بتعملوه في الفترة دي؟ يعني بجد بتعملوا ايه؟ طبعا والله انا يعني مش كلام وخلاص، بس هو انا مؤمنة انه اكيد ربنا ليه حكمة في اللي بيحصل ده، واكيد ربنا ارحم مننا كلنا، واكيد واكيد واكيد، بس انا برضو بني ادمه وللاسف بحس ان انا مشاعري هي اللي بتتحكم في كل حاجه بقى، بتتحكم في نفسي، في شغلي، في طريقه تعاملي مع الناس اللي حواليا، في كل حاجه في كل حاجه. ف فمش عارفه يعني ماشي مقتنعه بالكلام ده كله والله، ويعني مش مقتنعه بيه كلام وخلاص، بجد مقتنعه بيه، وده اللي بيخليني عارفه انام وبعرف اقوم، ولحد دلوقتي الواحد ما فقدناش عقلنا من اللي بنشوفه، بس في نفس الوقت انا جوايا طاقتي متاخده. يعني يا رب يكون في حد حاسس باللي انا بقوله. فبتعملوا ايه في المرحله دي؟ بتحسوا ان انتوا المفروض تعملوا ايه، او ايه اللي بتعملوه يطلعكم من المود ده؟ لان انا فعلا محتاجه سريعا ان انا اطلع من المود ده. باودر دي حلوه قوي، دي اوفيس يا جماعه، بجد حلوه قوي. بصوا حلوه، بقالي كتير قوي ما حطيتش ميك اب، يعني انا في مكان مفروض ان هو انا مبسوط، يعني والله بتبسط وبنزل وبخرج وبعمل كل الاكتيفيتيز اللي وهكيب يو ان هخليكم تشوفوا الفتره اللي جايه ان شاء الله الحاجات اللي هنا، وهصور لكم حاجات كتيره اكيد. بس عارفين هو في حاجه جوه كده تحسوا انه انا حتى وانا مبسوطه في الحاجات دي بحس انه مش عارفه اتبسط للاخر، ضميري كده مش مرتاح، او يعني مش هقول ضميري لانه مفيش حاجه في ايدي اعملها، بس انا بمسح بس الليب بالم، نفسيتي مش مرتاحه، مش عارفه اكون مبسوطه زي ما كنت ببقى مبسوطه قبل كده. مش هكتر علشان عايزه احط روج. هتسألوني تاني هروح فين؟ والله ما اعرف ولا رايحه اي حته، حتى عشان مش هحط ماسكارا، شفتوا؟ عارفين يعني انا كده حاسه ان انا تمام قوي. مش عارفه يعني مش عارفه ايا كان. المهم
المهم يا جماعه، انا بس محتاجه منكم اللي عنده زي ما بقول لكم اي نصايح ان ازاي نتخطى الفتره اللي احنا فيها دي، ازاي اكون شخص يعني ستيبل اكتر من كده، نفسيتي مستقره اكتر من كده. بجد يا ريت تكتبولي، تبعتولي، تقولولي ايا كان. وان شاء الله هحاول الفتره اللي جايه ان انا اخرج من المود، وهاخد بنصايحكم اللي هتقولها لي اكيد، وهحاول ان انا اكون متواجده اكتر من كده الفتره اللي جايه.